غدا في طاسة واحدة بيف استراجنوف. هنعملها بطريقة سهلة جدا، ستيك جوسي جدا وهتحبوه قوي. انا منى اشرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا بينا. اول حاجة هقطع اللحمة شرايح بالطريقة دي تكون رفيعة. لو عايزين تستخدموا اي نوع تاني من اللحمة فقطعوها صغيرة عشان ما تاخدش سوا كتير. هتبلها بقى بشوية ملح وكمان شوية فلفل ومعلقة كبيرة من الدقيق، وهقلب كويس كله مع بعض. وهكون بقى مسخنة الطاسة وهضيف لها قطعة من الزبدة وكمان معلقة أو معلقتين كده من الزيت. هضيف بقى اللحمة واكون معلقة النار علشان ندي صدمة للحمة وكمان نقفل المسام بتاعتها وتبقى جوسي. هستمر في تقليب اللحمة علشان تحمر من ناحيتين، وكمان هضيف لها عودين من الروزماري. وهستمر بقى في التقليب لغاية ما اللحمة تتشوح وكمان تتحمر وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هي كده تمام. هشيلها بقى من الطاسة. كده تمام. هسيب بقى اللحمة على جنب وهجهز المشروم. المشروم ما بيتغسلش، بيتمسح كويس قوي، وبشيل اول طبقة منه. بتتشال بمنتهى السهولة وما بتاخدش وقت خالص. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة لغاية ما اخلصها. هقطع بقى المشروم بالطول، وانتوا بتقطعوا المشروم ما تقطعوش المشروم رفيع، خلوه سميك شوية. كده تمام. هشيل بقى المشروم على جنب، وبعدين هحتاج 3 فصوص من الثوم وهقطعهم قطع صغيرة. بعد بقى ما قطعت الثوم هحتاج بصلاية يكون حجمها وسط، وهقطعها لقطع صغيرة. في نفس الطاسة اللي حمرنا فيها اللحمة هضيف برضو قطعة من الزبدة، وهضيف بقى البصلاية اللي قطعتها، وهقلب بقى البصل لغاية ما يدبل بس. وأول ما البصل يدبل هضيف المشروم عليه. بجد دي من أسرع وأسهل الأكلات اللي بتتعمل، كمان بتبقى غرقانة في صوص كريمي طعمه تحفة. هستمر بقى في تقليب المشروم لغاية ما يغير لونه. كده تمام. المشروم غير لونه وبقى جاهز اني اضيف عليه الفصوص الثوم. هشوح كده دقيقة المشروم مع البصل مع الثوم. هخلي بقى المشروم والبصل كده على جنب علشان اضيف معلقة كبيرة من الدقيق، وهضيف له كمان نص معلقة كده من الزبدة وكمان معلقة من الزيت. وهقلب كده الدقيق لغاية ما يختفي تماما، وهبدأ اخلط بقى كله مع بعض. الدقيق اللي انا ضفته هيدي كثافة للصوص، فهقلب بقى كويس كله مع بعض. وبعدين هضيف بقى اللحمة وهشوح كده دقيقة كله مع بعض. كده تمام. هضيف بقى كوباية كبيرة من الشوربة، اي نوع شوربة عندكم، وهقلب كويس واسيبها بقى تغلي غلوتين كده. وهضيف لها بقى التوابل. هضيف لها نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان نص معلقة صغيرة من البابريكا، ومش هضيف ملح خالص غير في الاخر علشان الشوربة فيها ملح، وكمان كنا متبلين اللحمة بملح. هضيف كمان معلقة كبيرة من صويا صوص وكمان معلقة صغيرة من المستردة، واقلب بقى كله مع بعض. هضيف من نص كوباية لكوباية من كريمة الطبخ. هقلب بقى كله مع بعض كويس جدا واسيبها تغلي، وبعدين هوطي بقى شوية النار واغطيها علشان تستوى كويس.
شوف بقى اللحمة استوت ولا لأ، فحسيت ان هي لسه محتاجة سوا، فهضيف لها شوربة او ممكن تستخدموا مية، فهضيف لها كوباية من المية او الشوربة وهسيبها بقى تكمل سواها. هي كده تمام، اللحمة استوت وبقت جاهزة للتقديم. ظبطوا بقى الملح بتاعكم، شوفوا محتاجة ولا مش محتاجة، وممكن بقى تقدموها مع رز او كمان مكرونة، فقدموها مع الحاجة اللي انتوا بتحبوها، بجد طعمها حلو قوي. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. الف هنا.